ايلون ماسك فلس بعد ما كان شغال في الصواريخ وعربيات تسلا والذكاء الصناعي ومعاه ملايين. قرر يفتح كافيه ويعمل شاي وقهوه. ده خبر بجد على فكره. من شهر بالظبط ايلون ماسك فتح اول كافيه باسم تسلا دينر. ايوه، ايه اللي يخلي صاحب شركه تسلا واغنى رجل في العالم يعمل كده؟ هو الحقيقه كذا سبب، بس اهمهم انه يعمل تجربه مثاليه واستثنائيه جدا للي معاهم عربيات تسلا، لانه عامل جوه الكافيه 80 محطه شحن سريع لعربيات تسلا اللي هو بيبيعها. هو كده قدم تجربه متكامله للعملاء اللي شاريين منه عربيات تسلا. يعني وعربيه حضرتك بتتشحن، هتدخل تاخد سندوتش مع مشروب لطيف كده لغايه ما تخلص. وستايل الكافيه وهمي حرفيا كده، حاجه من الفضاء. لا بجد، على شكل سفينه كده. هو مش بس بيبيع عربيات وخلاص، لا ده مهتم انه يقدم تجربه متكامله وخدمه مميزه جدا، ودي جزء من خدمه ما بعد البيع. وقدر يحول شحن عربيتك لتجربه مختلفه بتميزه عن باقي شركات العربيات. انا بقى مش جاي اكلمك ولا على ايلون ماسك ولا على تسلا، انا جاي اقول لك ان هو ده اللي بيفرق ما بين مطور ومطور. فرق بين شاليه في الساحل ب 7 مليون وشاليه في نفس الساحل في نفس البحر ب 20 مليون جنيه. الفرق ده بسبب التجربه والسيرفيس اللي بيقدمها المطور، والاهتمام بادق التفاصيل البسيطه بتخلق لايف ستايل معين مهم جدا لناس معينه. مثال بسيط، انا دلوقتي في قريه لافيستا كاسكادا في الساحل الشمالي، تبع طبعا شركه لافيستا. القريه دي فيها اهتمام رهيب بكل التفاصيل، بخلاف بقى مستوى الفاسيلتيز والخدمات والامن واللاندسكيب. كل حاجه بسيطه عندهم فيها تركيز بشكل رهيب، وعندهم ابلكيشن بيقدم لك فعلا تجربه استثنائيه. بص معايا كده، لو انت اونر في لافيستا كاسكادا، فانت بتنزل الابلكيشن بتاع الاونرز، يبقى عندك كل السيرفيسز اللي انت محتاجها جوه الشاليه. لو انت عايز تعمل هاوس كيبنج، لو عايز بيبي سيتنج، عايز نجار، سباك، اي حاجه تيجي في خيالك، في الابلكيشن ده موجود كل حاجه. بلس كمان انه بيقول لك كل الخدمات اللي حواليك. يعني انت لو محتاج بقى صيدليه، محتاج مطاعم حواليك، محتاج نايت كلوب، محتاج اي حاجه، هو بيقول لك كل السوبر ماركتس اللي حواليك، ومعاك ارقام تليفوناتهم وتقدر تكلمهم دايركت من الابلكيشن. بلس كمان بقى انه بيهتم جدا انك ما توجعش دماغك بحاجه. الجنينه بتاعت الشاليه بتاعك هو اللي بيهتم بيها. مفيش حاجه اسمها اشحن كارت كهرباء والشحن خلص والميه والكلام ده. انت بتدفع كل حاجه في اخر السنه في الصيانه وما بتشيلش هم حاجه. الشاليهات هنا ارضي واول بس، فانت عندك المبنى كله فيه 4 شاليهات، شاليهين في الدور الارضي وشاليهين في الدور الاول، واللي في الدور الاول معاهم بنت هاوس. فانت ما عندكش كثافه نهائي. عشان كده لما بتيجي البحر هنا بتلاقي الدنيا ما فيهاش اي زحمه، وعارف تقعد براحتك، وكوميونتي جميل جدا، والناس كلها مبسوطه. وانا على فكره فعلا انا مش بعمل لهم اعلان ولا حاجه، بس انا معجب جدا باللي هم بيقدموه، مستوى النظافه والخدمات والاهتمام بكل التفاصيل اللي بيعملوه. باختصار هو ده اللي الناس بتدور عليه، خدمه حقيقيه ومطور عارف يخلي التجربه بتاعته مميزه عن اي مكان تاني. وهو ده اللي بيعمل فرق حقيقي في السعر بين المطورين. خد بالك، لافيستا كل مشاريعها لما هتدخلها هتلاقيها بنفس الشكل بالظبط. كل مشروع مهتمين فيه بكل تفصيل. وطارحين دلوقتي بيع في لافيستا راس الحكمه ولافيستا باي ايست في الساحل الشمالي، اللي لو دخلتهم مش هتحس باي فرق. ومنزلين كمان مشروع جديد في التجمع السادس. لافيستا واحد من المطورين اللي ترشحهم بقوه واللي تشتري معاهم وانت مطمن ومش قلقان من اي حاجه بعد كده. لو حابب تحجز معاهم ابعت لي رقمك في رساله وانا هكلمك. انا سامي صموئيل، وما تنساش تعمل فولو.